عسلامة البنات، مرحبا بكم عند بلقيس في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. صبحت عليكم بالورد والياسمين، صبحت عليكم ان شاء الله بالخير والبركة، ان شاء الله تكونوا كامل بخير خياتي العزاز. كيما راكم تشوفوا حنوناتي مباشرة من المارشي ولا من السوق والماركت. حبيت نشارككم هذه الأجواء الشتوية الباردة يا البنات، واحد البرد راهو يقرص. تلاقيت مع جارتي دونك قضينا هكا شوية حوايج هكا خصوني في الدار. اي فوالا دونك ابخي دخلت للدار وحنبداو الروتين تاعنا. مضروبه بدليها معليش ما فيهاش نورمال عادي ماشي مخسره. جميله الحشاوش راهم هنا. ما شتيش اللي حابه ناكل بطاطا الفلس. قولي لي تحوسي على النعناع، جيبي لي ربطه سوبر. هذا شوفي هذا راه يشعشع. انا قضينا بخيتي مدام ارواحي تبيعي وينكم. الليتشي بنينه جميله ولا غير بنينه؟ بعد ما كملنا المارشي وكملت نعجب بجارتي مسكينه واسمها جميله، من الصيف كامل يا البنات وانا مهبلتها. نقول لها نعيط لها تليفون نقول لها جميله جيبي فليتوكس ورواحي. وجيت نجري للدار يا البنات، الواحد البرد راهو برا كيما قلت لكم. قولوا لي نتوما وين تسكنوا، وين راكم ناس الجزائر العزاز، كاش برد عندكم، كاش سخانه، واش راكم دايرين فيها؟ احكوا لي شويه واش راكم دايرين فيها مع الاختبارات مع الفروض تاع اولادكم. ربي ينجحهم لكم ان شاء الله يا ربي وتشوفوهم في اعلى المراتب. كيما تشوفوا البنات انا كي نشري الخضرات تاعي ديما نخليها نص ساعه في الماء والخل هكذا باش البكتيريا اللي متواجده لداخل كامل عندها الوقت تروح في غرضها وتتنقى لك الخضره تاعك مليح. وزيد بالزياده البنات تقعد لكم يعني هكا فريش لمده طويله جدا. وبالنسبة للطريقة المثلى للاحتفاظ بالخضروات ولا بالفواكه انكم تغسلوهم مليح البنات، بصح لازم تنشفوهم. كيما الحشاوش هادو كاين بزاف طرق، تقدري تحطيهم في بطاطا بلاستيك وديري فيها ورق مصاص لداخل، تقدري ديري في دون ان ساك دو كونجيلاسيون وتحطي له ان سوبالان لداخل. كيف يعني كل واحد وكيفاش يحتفظ بها لمدة زمنية تكون طويلة، بصح المهم ما يقعدوش فيهم القطرة تاع الماء، ولازم تنشفوهم وتخليهم يقطروا مليح من بعد باش تدخلوهم في الثلاجة، سينو راح يكون عندكم تعفن، خاصة إذا تفتحوا وتغلقوا بزاف الفريكو دونك الهواء راح يدخل للداخل ويكون تفاعل مع البكتيريا، وبالتالي الخضرة تاعكم راح كما نقولوا تتصوف. ونفس الشيء اذا خليتوا لي بواط تاعهم مغلوقين وما يدخلهمش الهواء كيف راهم رايحين يتصوفوا ويدير لك تعفن وتفسد لك الخضرة تاعك. ودوك يا لالياتي جوزوا معايا نديروا واحد الخبيزات يا البنات يهبلوا خفاف هايلين سهلين، اللي ياكلهم يقول لك يعطيك الصحه وزيدي لنا منهم. شوفوا الوصفات تاعهم البنات بزاف سهلين. انا حنميزوري بهذا الكاس اللي راكم تشوفوا نتوما، ديروا الكاس اللي عندكم في الدار وكملوا به. دونك البنات درت كاس ونص كيما راكم تشوفوا من ماء سخون. درت الحليب يكون بارد، يعني كاس ونص من ماء سخون وكاس ونص من الحليب هكا باش لا طومبيراتور دونك يولي الخليط تاعي دافئ. نزيد عليهم مغرف تاع خميره الخبز بيان سور ومغرف تاع السكر، نخلطهم هكا بشويه ونضيف عليهم 7 كيسان كيما راكم تشوفوا. هذا اللي كيلت به البنات 7 من هادو، نخدم 6 نغربلهم مع مغرف ملح كيما تشوفوا، ونخلي هذاك لو ديرنيي نخليه اون كاو الفارينه تاعي ما امتصتهاش كامل نزيدها في الاخر. بصح المهم نتوما هكا روحوا له غير بشويه. انا هنا فينالمون ضفتو دونك كيما قلت لكم 7 كيسان تاع الفارينه نخلطوهم مليح البنات غير هكا بالفوي. من بعد استعملوا اليد بيان سور. لو بلان دو طرافاي تاعكم لازم يكون بروبر هكا تقدروا تخدموا من فوقو ديريكتومون. صدقوني البنات هاد الوصفه تهبل، هي وصفه تركيه الاصل ودارت ملايين وملايير المشاهدات على يوتيوب. حتى كي جربتها عرفتوا علاش. وحقيقه انه يعني هاد الخبز من اروع ما يكون. تقدروا ديروه هكا كيما راح نديرو اليوم ناتور، ولا تقدروا ديروه فارسي بالشكشوكه بالفرomاج، يعني
كل وحده واش عندها في دارها، اللي عندها لو فروماج، اللي عندها تشكتوكه، اللي عندها فيونداشي بولي، كل وحده دير كيما تحب. انا اليوم فضلت نديرهم ناتور وندهنهم غير بشويه زيت زيتون وبيرسيل من الفوق، هكذا يعجبوني. كما راكم تشوفوا البنات يعني ما فيهش تعب والو. دونك دورته غير هكا شويه برك باش تولي لي العجينه ملساء يعني ليس، ونحطو من بعد في صالادي اللي نسبق له شويه زيت. كما راكم تشوفوا البنات ديما نوصيكم حنوناتي ديما كي تكونوا تخدموا خبز ولا تخدموا اي عجينه غاتو صابلي، المهم اللي تخدموها البنات تو سويت تروحوا تغسلوا هذوك لماعن وتعاودوا تستخدموهم، ما تخلوش ليفي تاعكم يتراكم باللماعن، راح تنوض الحيحايه من بعد تنوض تعجزوا تغسلوا لماعن والكوزينه تقعد مكركبه. ديما تخدمي وتغسلي او ميم طون، هكذا سيداتي كوزينتك تقعد لك ديما نقيه. دونك البنات كيما شفتوا دونك نحطوا هكا دون ان كوين يكون شويه دافي، بابي فيلم وطرشون ونخليها حتى العجينه تاعي تتفاعل مليح ويضاعف الحجم تاعها، من بعد نكملوا نخدموها. وهذا الخبز يا البنات يليق له التغماس. جا في بالي ندير عجه المرقاز اللي بزاف نحبها وشويه تشكتوكه وشويه هكا مقبلات يجوا مع هذاك الخبز، وهذاك هي يكون الفطور تاعي يكون وجد. العجه تاع المرقاز البنات كاين بزاف ما يتفهموش عليها، كاين اللي يحب يديرها غير بالثوم وطوماط كونسونطري وشويه هريسه والكرويه خاصه والمرقاز والبيض، هذه هي نورمالمون. وكاين في بعض المناطق يديروا فيها الفلفل اخضر ولا احمر ويديروا فيها شويه بصل، يعني بصح هي العجه هي العجه، يعني كل واحد وكيفاش يسميها كيفاش يديرها. حنا نديروها في الجزائر، كاين خاوتنا توانسه تاني يديروها، بصح المهم فيها المرقاز وفيها الثوم وفيها الكرويه، هذه كيفك هذه هي عجه تاع الصح. لا ياهم اذا زدتي فيها شويه بصل ولا درتيها غير بالثوم سيداتي كيما تحبي، كيما لاصوص طوماط كاين بزاف تاني اللي يديروا فيها شويه بصل وكاين اللي ما يديروش، يعني انا عندي هذا ماشي مشكل كيما رانا نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي. كيما شفتوا البنات هنايا العجينه تاعي خمرت، ديغازيتها وقسمتها على 4 كيما راكم تشوفوا بالكوبات، ومن بعد كل جزء نزيد نقسمه على 2. انا مهموسه بالميزان البنات، نحب يخرجوا لي الخبيزات كامل كيف دونك وزنتهم وعاونت روحي بشويه فارينه. شوفوا البنات كيفاش نخدموا هذوك الخبيزات، نجيبوا من برا لداخل من برا لداخل، من بعد هكا نخدموهم بيدينا كويرات نخرجوا لهم كامل الهواء اللي كاين لداخل بهذه الطريقه، ونخلوهم يزيدوا يريحوا 10 دقائق. نغطوهم بلو بابي فيلم ولا بكاش طرشون، المهم لازم بين كل مرحله ومرحله البنات نخلوا العجينه تاعنا تريح 10 دقائق هكا باش يجيكم منفخ، وكي تحطوه في المقله خياتي يعني يتغونفلا لكم ويخرج لكم بزاف هايل. بعد هذه المرحله راح ندير المرقاز تاعي يطيب على نار هاديه باش ما يتحرق ليش. راني نوجد في الثوم ونوجد كل حاجه راح نديرها معاه. البنات في الكوزينه لازم يكون عندكم تناسق ويكون عندكم تنظيم، وكي تنوضي صباح لازم تكوني تعرفي واش توجدي الغدا واش توجدي العشاء. ونورمالمون يعني مانيش حابه نزيد نكثر عليكم، نورمالمون يكون عندك بروغرام كامل لا سيمين، خاصة المرأة اللي تخدم برا ماشي تزيد تدخل للدار وتروح تحوس واش دير عشاء ما تصيبش ما عندهاش قضيان ولا خاصتها حاجة ولا. المهم البنات مليح ديري برنامج ولا ديري ان بروغرام اتبعيه هكذا يا خياتي، تنقصوا عليكم الهم، تنقصوا عليكم التخمام، وتنقصي عليكم الجهد، لانه تنظيم يعاونك بزاف ويختصر لك الطريق. دونك انا البنات درت العجه تاعي، درت فيها بصل ودرت فيها شويه فلفل حار ودرت فيها طماطم مصبره، ملح، فلفل كحل وكرويه. الا تحبوا تزيدوا شويه بابريكا كيما تحبوا البنات، بصح المهم العجه تكون فيها الكرويه. خليتهم كامل يدبالوا غير بشويه وضفت عليها شويه تاع الماء ونخليهم يتقلاو حتى وين هذيك لاصوص تولي خاتره وتولي بنينه. واحد الريحه يا البنات تهبل من صابكم معايا. بعد ما فاتوا 10 دقائق البنات قسمه وجدت العجه. دوكا نجيب هذوك الخبيزات البنات هكا جليزيتال على بها البنات نقول لكم ديما نوزنوهم يجوكم كامل كيف ويجوكم كامل على حبه. دوكا نخدمهم كيما راكم تشوفوا بالحلال، نحطهم في طرشون يكون نقي ونخليهم تاني يعني قيس ما نكمل كامل نحل هذوك الخبيزات البنات. نبدا نطيب الاولى بالاولى يعني هكذا باش نخدم خدمه نقيه، والخبزه اللي نطيبها تكون ديجا ريحت 10 دقائق تاعها. وهنا شوفوا خياتي غير تحطوا هذيك الخبيزه فوق المقله اللي تكون سخونه تم قلبوها
تمتم يعني 10 سكوند ابداو تقلبوا هكذا فيهم حتى يبداو يحمروا لكم لي دو كوتي. من بعد خلوا لها الوقت ولا مدوا لها وقت، بدات تنفخ وحدها كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا كيفاش يبدا يتنفخ وحده. وهاد المرحله البنات هي المرحله الاجمل في هذه الوصفه، هذه كامل اللي كنت نستنى فيها. شوفوها البنات ندوروها، ومن بعد تقدروا ديروا لها الزبده من الفوق ولا شويه زيت الزيتون، وترموا فوقها حشيش مقطفه ولا معدنوس، يعني كل وحده وكيفاش تحب وكيفاش تخير. انا هنا لاصوص تاع العجه تاعي وجدت وتقالت والخضره تاعها دبالت. راح نحط المرقاز البنات كيما راكم تشوفوا من الفوق، ونخلوه يمتص هذيك لاصوص شويه بيد ما نكمل انا الخبز اللي قاعد لي. رائحة الخبز في الدار البنات تفكرني في محمود درويش اللي قال: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. وها يما دوك نبدا نتفكر، والله غير توحشت البلاد وتوحشت يما. ويا البنات كاين واحد لي سوفونير هكذا الواحد جامي ينساهم. كاين بزاف كانوا يفيقوا على ريحه الخبز وريحه القهوه في الدار، باسكو يماهم بالك كانت ماشي خدامه. انا يما كانت استاذه، وكنت ديما نفيقوا على تشتش تاع الكوكوطه مسكينه، كانت تطيب لنا قبل ما تروح للخدمه. الله يذكرك بالخير يا يما، وربي يطول لي في عمرك ان شاء الله، ويطول في عمر امهاتكم خياتي واللي توفوا، وربي يرحمهم ان شاء الله ويرزقهم الفردوس الاعلى. هذه هي نتيجة الخبز البنات. شوفوا كيفاش جا فارغ وخفيف وبزاف هايل. زدت له كما قلت لكم زيت الزيتون والقزبر من الفوق ولا معدنوس اللي عندكم. ومن بعد نجوزو نديروا البيض في العجه تاعنا كما راكم تشوفوا، ونغطي بتبسي صغير باسكو هاد المقله انا ما عنديش نقطه تاعها، ونخليها طيب. بلا ما يطيب هذاك الصفر لازم يقعد لنا كولون. وجدت شويه مقبلات البنات، ذوبت البصل والطرشي كما شفتوا في المقله، شويه بيض شويه طوماطي شويه زيتون، البساطه وما احلى البساطه. هديتني وردي فرجيت على اصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مسهري ما كنت تداريها، ولا تعتني فيها تضعت الهدية، وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالت بتحبني ليش دخلك ليش، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشتتلي عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. وكما قالت فيروز رجعت الشتوية، ورجع الشاي الساخن والخبز الساخن وهذه المائدة الشتوية البنات اللي بارطاجيتها معكم. إن شاء الله تكون عجبتكم خياتي، وتكونوا ديتوها كأفكار، استمديتوا منها شوية طاقة إيجابية. أني طليت عليكم خياتي العزاز، نتمنى نكون خفيفة عليكم، نتمنى تشيروا لي هذا الفيديو وتخلوا لي تعليقات أكبر عدد من الجم والتعليقات خياتي باش نطلعوا إكسبلور يوتيوب. وأنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. سلام. هديتني وردي فرجيت على اصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مسهري ما كنت تداري.